واهلا وسهلا بيكم في مطبخي. النهارده مع بعض هنعمل طريقه العيش البلدي. العيش البلدي طبعا كلنا بنحبه جدا، وكلنا وخصوصا الناس اللي بيبقوا موجودين بره دول بيبقوا ملهوفين عليه. النهارده هنستخدم في وصفتنا 4 كوبايات من الدقيق الاسمر. انا حطيت كوبايتين، ودي الكوبايه الثالثه، وهنحط عليهم كوبايه من الدقيق الابيض. الدقيق الابيض بيدي طراوه للعيش وما بيخلوهوش ناشف وبيمسكه يعني، فمهم قوي ان احنا نضيف دقيق ابيض للعيش بتاعنا. الطريقه بتاعتنا هتبقى زي طريقه الافران بالظبط. انا كنت بعمله وكنت ببيعه لاصحابي والمعارفي. على فكره دي المعيار بتاعي اللي هو تقريبا بمقام كوبايه. هنخلطهم مع بعض وهنضيف عليهم تقريبا نص معلقه ملح، وهنضيفهم مع بعض. هنعمل حاجة تانية ودي اللي بتضمن نجاح العيش 100%، بمعنى كلمة 100%، وبيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. بنعمل حفرة في الدقيق كده، وفي بولة مختلفة أنا حاطة هنا اهوت واحدة خميرة فورية ومعلقة سكر، وهنضيف عليهم شوية دقيق، مش بالمعيار يعني، شوية دقيق كده زي كبش الدقيق كده، وهنضيف عليهم شوية مية. المية طبعا هتبقى دافية، وهنحاول ان احنا نقلبهم مع بعض بالشكل ده. الطريقة دهيت واحنا بنخمر الخميرة او بنفعل الخميرة بتدي هواء للعيش وبتخليه ينفخ معانا ويتخمر كويس قوي، الى جانب بقى ان العيش نفسه بيبقى فيه طراوة وليونة. غير العيش ممكن يتعمل بالطريقه غير الطريقه دهيت، ودي بيبقى كويس مش وحش، بس الطريقه دهيت احسن كتير قوي قوي قوي، وبتخلي فعلا في فرق في الرغيف. فبنضربهم كويس قوي، بندخل هواء بقدر الامكان، والمفروض ان احنا نستنى على العيش، نستنى على الخميره ديت حاجه بتاعت 5 دقايق هتتملي كلها. بس عشان الوقت هنا وقت الفيديو انا مش هنتظر عليها كده، كفايه قوي. هحطهم هنا على الدقيق بتاعي، وهبتدي ان انا اضيف الميه. الميه طبعا دافيه، وهبتدي ان انا اخلط الخليط بالشكل الطبيعي. فدي اول تكه دلوقتي، ان احنا واحنا بنعمل العيش بنخلي الخميره في ميه وسكر، وبنضربهم مع بعض كويس قوي، وبنبتدي ان احنا نعجن العجينه. تقريبا ال4 كوبايات بياخدوا تقريبا كوبايتين ميه. ومع ذلك كل حاجة على حسب نوع الدقيق اللي موجود عندنا شكله ازاي. انا طبعا هنا حطيت شوية مية صغيرين، فواضح ان انا محتاجة مية تاني، وهبتدي اضيف مية بالراحة عشان العجينة معايا تطلع كويسة. انا مش عاوزة العجينة جامدة، وكمان مش عاوزاها تبقى لازقة في الايد، انا عاوزاها تبقى فيها لزقة خفيفة جدا في الايدين واحنا في الاخر يعني، عشان دي اللي هتدي العيش بتاعي القوام وهتديله الطراوه في نفس الوقت. وكمان ممكن ان احنا في الاخر نقدر نتحكم احنا عاوزينه عيش ناشف ولا عيش طري، كل واحد بمزاجه. انا بحبه بصراحه بيكون طري عشان بيتاكل في نفس اليوم، وكمان احنا ممكن بنخزنه وبيقعد طري في التلاجة او في الفريزر على حسب الوقت اللي احنا عاوزينه. انا طبعا بعمل كميه كل شويه، ودهوت انا عشان زي ما قلت قبل كده انا كنت ببيعه لاصحابي والحبايبي، فظروف الشغل اختلفت الصراحه، ما بقتش قادره اعمله، فقلت ان انا انزل لهم فيديو يعملوه، وكل واحد يعمله في بيته بالشكل اللي يريحه و في الوقت اللي يناسبه.
الطريقه ديت ناجحه 100%، بمعنى كلمه 100%. خليكم معايا، انا هكمل عجين وهرجع لكم تاني على اساس ان احنا نشوفه بقى بعد ما يخمر ونقطعه ونفرده ونبتدي التكه التانيه في سويانه، هنبقى عارفينه عامل ازاي. خليكم معايا من فضلكم، وهرجع لكم بعد ما يخمر العجين. كده انا رجعت لكم مرة تانية بعد ما خمرت الخميرة وقطعت العيش بالشكل ده هوت. وديني دلوقتي بوريكم ازاي ممكن ان احنا نفرده والحجم اللي نفرده بيه. انا خليت اخر 2 عشان نعرفهم مع بعض. انا بخليه بقدر الامكان بيبقى مدور طبعا، على اساس ان هو ده هو الشكل التقليدي للعيش اللي احنا نعرفه. كمان كنت عاوزه اقول ان احنا لما نيجي نفرد العجين من المهم جدا ان احنا نفرده على الوش وعلى الظهر. ليه على الوش والظهر؟ لان ده اللي هيعمل لنا اللبابه في العيش، اللبابه اللي هي اللذيذه، يعني الوش اللي قدام اللي فوق زي اللي تحت، وكمان بيبقى منفوخ، واللبابه بتاعته بتبقى مقبوله قوي 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 قوي. فعشان كده احنا بنحب ان احنا نفرده من فوق ومن تحت، وبتبقى بقدر الامكان بالشكل ده هوت. بحط تحتيها شويه دقيق، برش الوش بتاعه كده بشويه دقيق. وطبعا ابتديت باول واحده انا قطعتها. ال4 كوبايات عملوا لي 12 تقريبا، 12 رغيف. 2 4 6 8 10 11 12 رغيف. فمعقوله جدا 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 جدا. والحجم زي ما انتم شايفينه حجم متوسط، ما هواش كبير قوي وكمان ما هواش صغير قوي. هنبتدي في طريقه السوا بتاعته، ودي السر التاني خلينا نقول بعد سر الخميره، ان احنا بندوبها في ميه وبسكر، وقلنا السكر ما بيبقاش كتير. هنبتدي بقى نتعلم ازاي اما نيجي نسوي العيش نطلعه زي بتاع الفرن بالظبط. بالظبط بمعنى كلمة بالظبط، يعني القعر بتاعه مش محروق، القعر بتاعه هيبقى نضيف. انا للأسف ما عنديش ردة هنا عشان كنت اخليه بالظبط زي بتاع الفرن، لكن العيش او الدقيق الاسمر اللي هو بيبقى جواه رده بيقضي بالغرض. كده ال 12 رغيف بتوعي خلصوا، وهبتدي طبعا باول واحد انا اشتغلت عليه. انا هرجع لكم تاني بعد ما اسخن الفرن، وبعد ما اوريكم بالظبط هنبتدي السوا ازاي، لان دي التكه التانيه. وفي تكه تالته اخيره دهيت هنعرفها واحنا ماشيين. فخليكم معايا من فضلكم قبل ما اسخن الفرن. ورجعت لكم حبايبي مرة تانية. دلوقتي عشان نسوي ونطلعه زي بتاع الأفران بالظبط من غير ما يكون القعر محروق، أنا عندي بلاطة عادية جدا جدا جدا. سخنت الشواية بتاعت الفرن، وهحط البلاطة دي في تاني رف بعد الشواية من فوق. يعني هنعد الشواية 1 2، هنحط دهوت فوقها وهنسيبه يسخن. عشان العيش واحنا بنعمله اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان لازم القعر يستوي او تحت يستوي عشان الوش ينفخ. واول ما الوش ينفخ دهوت هنحطه تحت الشوايه عشان يترفع لفوق. ده دلوقتي اللي احنا هنبتدي عمليه السوا. فاحنا هنسوي من تحت وبعد كده ندخله 3 ثواني الفرن يسخن وارجع لكم تاني. انا مش عاوزه بس الفيديو مدته الطول، فده اللي هيحصل. البتاعه دهيت انا كنت جبتها، ممكن نستخدم اي حاجه عندنا. يعني دي انا كنت جبتها من محل هندي بصراحه عشان تبقى هعمل فيها العيش. فاحنا ممكن نستخدم اي حاجه عندنا، حله، ممكن نستخدم كسرولة. المهم ان هي اللي احنا نقدر نعمل فيها الحاجه دهيت، مش شرط دهيت يعني. خليكم معايا ثانيه من فضلكم.
انا كده باخد اول رغيف بنفضه من الدقيق وببتدي ان انا احطه على النار. النار هنا نار متوسطة، هستنى عليها اول ما تطلع لي بقليل او فقاقيع كده، وبعد كده هروح مدخلاها الفرن، لانها اول ما هتطلع فقاقيع ده معناها ان القعر بتاعها ابتدى يستوي بس مش هيتحرق، زي مثلا ما بنعمله على البوتاجاز او على الشبكة بتاعة البوتاجاز. ده ممكن يبقى فيها حرق من تحت، بيبقى عيش كويس كل حاجة، بس يعني اما تعمليه من غير ما يكون محروق القعر بتاعه وباينة فيه اللبابة وطري كده معاكي، بيبقى ليه طعم تاني وحاجة تانية. فاحنا هنا هننتظر لحد ما تطلع البقاليل بتاعتها، ودي طبعا اول واحد بياخد وقت شوية عبال ما الفرن يسخن وعبال ما كل حاجة تبتدي تاخد مجراها الطبيعي. فاحنا هنا اهو ابتدى شوية تبان لنا شوية فقاقيع كده. يا رب تكون الكاميرا موضحة لكم الدنيا ماشية ازاي. انا بحاول ان هي تطلع اهي، ابتدت تطلع الفقاقيع بتاعتها اهي. وببتدي ان انا على طول بروح زي احطها في الفرن على ال ال البلاطه اللي احنا حطيناها، وفي الاثناء ده هي بحط واحد تاني. لان الفرن عندي ممكن يسيع 3 ترغيفه، الفرن مش كبير قوي عندي، بس يعني ممكن يسيع 3 ترغيفه كده تقريبا. النار ابتدت تاخد الشكل اللي انا عاوزاه، يعني السخونيه اللي انا عاوزاها، فهتبقى الامور اسرع. يعني تخيلوا بقى كده ان هي 3 على طول، اذا كان عندنا 12 والرغيف بياخد تقريبا دقيقه، فالدنيا بتكون سريعه قوي كده. هنا هنبتدي، هي طلعت شويه فقاقيع صغيره، يا رب تكون واضحه في الصوره، وهنروح مدخلينها على طول في الفرن. وممكن كمان لو البوتاجاز عندي من فوق اسرع من الفرن، انا ممكن اعمل العمليه دهيت واخليهم على جنب، واما تخلص اللي في الفرن ادخل غيره. كده تقريبا اهو عمل. بص عامل ازاي الرغيف، مش لازق من تحت ولا حاجه، هايل جدا جدا. اهو الفقاقيع ظهرت اهي اهي، وهدخله الفرن. ما شاء الله الرغيف الاولاني اللي دخلناه ابتدى يطلع. ادي الرغيف التالت اهو. هطمن على اللي في الفرن شكله ازاي. كله مرفوع، بس لسه الوش ما اتحمرش، لسه الفرن برضو ما سخنش 100%. لكن اهو ده التالت بتاعي اهو ابتدى ينفخ. هوسع له مكان في الفرن. ينفخ اهو. هعمل له الرابع. وانا بعمل الكلام ده كله الفيديو انا مش عاوزاه يطول، ف عاوزه اوريكم بس ازاي الطريقه بتاعته وازاي طلع اول واحد.
3 في الفرن ممتازين بمعنى كلمة ممتازين. ادي الرابع اهو. وهرجع لكم اول ما اطلعهم. حبايب قلبي، العيش الاربع ترغيفه اللي حطيناهم طلعوا من الفرن زي ما احنا شايفين المنظر اهو. بصوا من ورا عامل ازاي، ما فيهوش حاجه. بصوا كده اهو زي الفل، قابب ومنفوش. بصوا كده، بس هو سخن قوي اهو اهو. احلى من كده مفيش. اهي الرابعه اهي اهي زي الفل اهو. ثانيه اشوف اللي في الفرن عشان نشوفه كله واحنا طالع. اهو واحد طالع من الفرن لسه اهو، سخن قوي اهو اهي. احلى من كده مفيش. طبعا انا مش محتاجه ان انا افتحه عشان نعرف شكله ازاي، بس نفتح اهو واحد اهو، بس سخن جدا اهو اهو. شايفين اهو مفتوح ازاي، مفتوح ازاي. وادي اللبابه بتاعته اهي، كله مستوي من جوه مفهوش حاجه، وريحته تجنن. حبايبي لو عجبكم الفيديو من فضلكم ما تنسوش تعملوا لايك، ويشرفني جدا اشتراككم في القناه معايا. احاول اقدم لكم كل حاجه جديده من كل حته في العالم، وما تنسونيش في تعليقاتكم وفي اقتراحاتكم. وكمان احب اقول حاجه، انا عملت العيش دهوت، انا عاوزه كل واحده فيكم تجربه بالطريقه دهيت وتبعت لي الصوره بتاعه العيش بتاعها هيكون شكله ازاي. اتمنى لكم التوفيق وبالهنا والشفا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني. مع السلامه، باي باي.